احنا تبع سكان عمارة جنزيون. انا اخت عبد النبي صابر اللي عملت معاكم فيديو قبل كده. بنطالب من سيادتكم، احنا الحمد لله احنا شفنا بقالنا في العمارة دي نادينا فترة واحنا ماضيين على حياتنا. بس سيادتكم احنا يعني بنشكركم ان انتوا خفتوا علينا وطلعتونا وخفتوا على ارواحنا، واحنا سمعنا الكلام وشكرا لسيادتكم وشكرا لسياده الرئيس والمحافظ وكل ما يعني تتعامل معانا وتتعاون معانا. بس احنا بنطلب من سيادتكم ان انتوا تسعفوا المكان على اساس احنا كل واحد كل اسره متبهدله، والاسر دي كلها ناس حالتها تعبانه. يعني ما فيش معانا ان احنا نأجر بره او نقعد زياده عن سيادتك عن 9 شهور اللي سيادتك وعدتنا بيها ان احنا هنرجع لاماكننا. احنا نفسنا ان الحكومه توفي بالوعد اللي هي وعدتنا زي ما احنا وافينا وطلعنا زي ما وسمعنا الكلام وخلينا اماكننا وشجاجنا على اساس سيادتكم تعملوا وتسعوا في المكان. واحنا دلوقتي انا معايا والدتي قاعده معايا في البيت، بس مهما كان برضه مش هتاخد راحتها زي ما تكون في مكانها وشكتها، ودي ست كبيره في السن كانت بتبيع شويه خضار حتى مش قادره ان هي تطلع ولا تخش، ومعاها ابنها برضه راح عند بيت عمه والفرش احنا حطيناه في مكان على جنب على اساس معناش احنا ندفع 5000 مقدم مؤخر وسمسره. فيا ريت سيادتك تراعي من الناس اللي هي في قاعده في العماره دي ان هي حالتها تعبانه جدا، مش هقول صفر ده تحت الصفر. احنا سيادتك احنا ناس يعني نفسي تحسوا بينا وتشوفونا، تراعوا ان احنا ناس ما عندناش القدره ان احنا ندفع ايجار بره. احنا يا طبعا نتماشى مع الغلا اللي احنا فيه ده ومش قادرين نتماشى معاه. فحسوا بينا واعرفوا ان يعني احنا تعبانين وادينا فاضلين الشقه سيادتك، والعدادات بتاعت النص مكانها مكانها وعدادات الغاز مكانها والبيبان والشبابيك وكل حاجه مكانها. احنا ما خدناش غير اللي يخص هنا فرشنا. واحنا حتى يعني يا ريت ان انتوا سيادتكم حتى تيجوا تستلموا مننا الاماكن دي، بحيث ان احنا برضه اخويا بينام في الشقه ما فيهاش فرش ما فيهاش اي حاجه غير بطانيه وقطر كرتونه بينام عليها. تيجوا تستلموا منا وتقوموا بالاجراءات اللي انتوا سيادتكم وعدتونا ان خلال 9 شهور هنرجع اماكننا، لان احنا ما فيناش حل الايجار. احنا مش هنقدر نصبر لان احنا حالتنا الماديه تعبانه، ما نقدرش. احنا كنا حامدين ربنا ان احنا الحيطان دي مدريانه وقاعدين فيها ومش مشكله هتوقع علينا، بس احنا حامدين ربنا ان هي الحيطان مدريانه. لكن دلوقتي سيادتك انت خدت المأوى بتاعنا، يعني الحيطان اللي مدريانه احنا ممكن نصبر على الاكل والشرب لكن مش هنقدر نصبر على المكان الايجار. ما فيناش حين ان احنا ندفع 2500 ولا 2000 جنيه ايجار. معناش يا سيادتك المصاريف اللي انتوا يعني انتوا عايزين ان احنا نقوم بيها. والنبي وعشان خاطر ربنا احنا وثقنا فيكم ان سيادتكم هتقفوا معانا خلال 9 شهور سيادتكم هتقوموا بالواجب. وشكرا، سلام عليكم.